نشرع الآن في الاستماع إلى تدخلات السيدات والسادة النواب، وأحيل الكلمة أول متسجل وهو السيد الطاهر ميسو. الطاهر سي طاهر. هنا والله يا معالي الوزير، غير اني كنت نسمع فيك تحت باسكو على بالي بان هكذا كي قلت لنا باللي ما كاينش نايب تكلم كي يجي خارج للخارج ما يكونوا دايرين له امر بالقبض. والله غير حاجه مليحه معالي الوزير، انا يحكموني هنا في الجزائر خلينا يحكموني في اللاهاي. حنا رانا نشوفوا باللي قلت باللي يخرج يدير الدواء والله كذا، معليش انتوما راكم بنما حكات ومتلبسين. هنا يحكمني في الجزائر تاعي خمر، يحكمني في فرنسا والله يحكمني في امور. ثم راكم احنا قلت باللي قضايا عند النواب، انا واحد من الناس راه عندي 6 قضايا، وانا كي نخرج مع اللي وزير تعرف وين نروح انا؟ ما نروح تاع بالنهار هذيك راه قدامي 2 كيلومتر تخبى فم. هاو كي عاد يجي من هي من النائب العام صححت واحد معليش خطا، نقولوا داروا له مونداداري خطا معليش، والمواطنين اللي خطا في حقهم ما شفناهمش، ودار لهم مونداداري ودار لهم لا ما حسبناهمش. هذه بنما 45 دوله واللي داروا لهم كيف فتحتوا التحقيق؟ هاو التحقيق غير على النائب غير على المواطن البسيط. العداله هذه همرا العداله هذه كما يقول لك الانسان حريه الاستقلال، الحريه راهي كاع مطلقه الناس. هنا انا نشوف باللي العداله كي تحب تفتح مش الزوالي، وكي كنا نتكلم في ارقام واقعيه. واللي زيد المقاولين اللي دخلتهم الحبس اللي بناو المحاكم والمجالس اللي راهم الى يومنا هذه يتلوحوا في الاحباس، شكون اللي رد لهم رد الاعتبار؟ مساك بنا بدراهم ووداه وما حبيتوش تخلصوا وخليتوه يتلوح في الاحباس، وشكون اللي يعطي له هنا حقه؟ وشكون اللي يعطي له حقه؟ العداله عليا ولا عليك؟ حنا لينا ربي. كما يقول لك انا شوف دائما تفكر هذيك تاع الفيلم تاع الرساله، مين سقسته هند قال لها الزمن والافات سوف تقضي عليكم. وهذا المشروع تاع البصمه هذا رفع الميزانيه الكبيره، سما راح نزيدوا 3 وزارات، الدفاع، الداخليه، الدرك عندها خليه تاع لي زاناليز. حنا رانا غير لي زاناليز كي يخبطها واحد يقعد 6 اشهر بيجيبوا له لي زاناليز باه يقدموا لوكيل الجمهوريه، يقعد 6 اشهر خلاص صفات دم ما درتهاش في الولايات، نقعدوا هذه راهي اموال طائله غير باه دير انت العداله تاعك. القضاة واش يقول لك؟ العداله من اجل تكوين قضاة متخصصين حتى يصبح القاضي تصدق فيه المقوله القاضي خبير فوق الخبراء. حنا نشوف الوزير باه جاب لنا هذيك تاع الاخرين شخبط شخابيط لخبط لخابيط ويخسروا في الدراهم وانتم مخلي، هذا راه اموال طائله تصرف عليها هذه امور. والبطاطا دي 10,000 وتقول لي العداله المساومه، واش من العداله هذه؟ مرة نكونوا لوجيك. واختصارا نقول لك انا وشني انا هذا وين عرفت النائب زميلي علاه رد على سي بوشفور كي قلت له جنسيه جديده، لقيتو جدو تونسي بالادله واعطوها له في واتساب من مليار جنسيه جزائريه داها وشكرا. روح لتونس قول له البرلمان تاعك تاع تونس يخدم. شكون اللي رد لهم رد الاعتبار؟ مساك بنا بدراهم ووداه وما حبيتوش تخلصوا وخليتوه يتلوح في الاحباس، وشكون اللي يعطي له هنا حقه؟ وشكون اللي يعطي له حقه؟ العداله عليا ولا عليك؟ حنا لينا ربي. كما يقول لك انا شوف دائما تفكر هذيك تاع الفيلم تاع الرساله، مين سقسته هند قال لها الزمن والافات سوف تقضي عليكم. وهذا المشروع تاع البصمه هذا رفع الميزانيه الكبيره، سما راح نزيدوا 3 وزارات، الدفاع، الداخليه، الدرك عندها خليه تاع لي زاناليز. حنا رانا غير لي زاناليز كي يخبطها. نشرع الان في الاستماع الى تدخلات السيدات والسادة النواب، وأحيل الكلمة أول متسجل وهو السيد الطاهر ميسو. الطاهر سي طاهر. هنا والله يا معالي الوزير، غير اني كنت نسمع فيك تحت باسكو على بالي بان هكذا كي قلت لنا باللي ما كاينش نايب تكلم كي يجي خارج للخارج ما يكونوا دايرين له امر بالقبض. والله غير حاجه مليحه معالي الوزير، انا يحكموني هنا في الجزائر خلينا يحكموني في اللاهاي. حنا رانا نشوفوا باللي قلت باللي يخرج يدير الدواء والله كذا، معليش انتوما راكم بنما حكات ومتلبسين. هنا يحكمني في الجزائر تاعي خمر، يحكمني في فرنسا والله يحكمني في امور. ثم راكم احنا قلت باللي قضايا عند النواب، انا واحد من الناس راه عندي 6 قضايا، وانا كي نخرج مع اللي وزير تعرف وين نروح انا؟
ما نروح لتعب بالنهار هذيك راه قدامي 2 كيلومتر تخبى فم. هاو كي عاد تيجي من هي من النائب العام صححت واحد معليش خطا نقولوا داروا له مونداداري خطا معليش، والمواطنين اللي خطا في حقهم ما شفناهمش ودار لهم مونداداري ودار لهم لا ما حسبناهمش. هذه بنما 45 دوله واللي داروا لهم كش ما فتحتوا التحقيق. هاو التحقيق غير على النائب غير على المواطن البسيط. العداله هذه هم العداله هذه كما يقول لك الانسان حريه الاستقلال، الحريه راهي كاع مطلقه على الناس. هنا انا نشوف باللي العداله كي تحب تفتح مش الزوالي، وكي كنا نتكلم في ارقام واقعيه. واللي زيد المقاولين اللي دخلتهم الحبس اللي بناو المحاكم والمجالس اللي راهم الى يومنا هذه يتلوحوا في الاحباس. واحد يقعد 6 اشهر بيجيبوا له لي زاناليز باه يقدموه لوكيل الجمهوريه، يقعد 6 اشهر خلاص صفاء الدم ما درتهاش في الولايات. نقعدوا هذه راهي اموال طائله غير باه دير انت العداله تاعك. القضاة واش يقول لك؟ العداله من اجل تكوين قضاة متخصصين حتى يصبح القاضي تصدق فيه المقوله القاضي خبير فوق الخبراء. حنا شوف الوزير الباه جاب لنا هذيك تاع الاخرين شخبط شخابيط لخبط لخابيط ويخسروا في الدراهم وانتم هذا راه اموال طائله تصرف عليها هذه امور. والبطاطا دي 10000 وتقول لي العداله الموسى